السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هاد الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم جيت نقدم معكم واحد الوصفة ديال البرد اللي صراحة درتها ونفعات معايا بزاف، اللي كتليق هكا نزلة ديال البرد سمحوا لي. الكحة، اللي عنده الحساسية سيرتو اللي كيعاني من مشكل ديال الحساسية في هذا الجو هذا. كنعرفوا بأن الجو كيتبدل وكيكثروا الأمراض بزاف وكتكثر الكحة وضيق التنفس. انا صراحه كنت كنعاني من هذا المشكل هذا في هذه الوقيته هذه، ولكن ملي جربت هذه الوصفه هذه الحمد لله عطاتني نتيجه، وقلت علاش لا ما نجربهاش معاكم، ما نبخل عليكم حتى شي حاجه، نجربها معاكم اللي كيعاني من هذا المشكل هذا تا هو يديرها وان شاء الله عاد لقى معاه واحد يلقى واحد النتيجه فيها. هي راه ساهله بزاف. عندنا هنايا شويه ديال الشريحه تكون هكا، كنغسلوها مزيان مزيان حتى كنحيدو من هداك الماء ديالها وداك التراب، حتى داك الماء ديالها داك التراب ديالها وسميتو، ونفتحوها على جوج اللي تكون فيها شويه الدود ولا شي حاجه، حيت الشريحه معروفه ليها كتكون هي هذيك ملي كتفتحيها كتلقاي فيها الدود، كنفتحوها ونغسلوها مزيان نخليوها تنشف ونديروها في كسكاس نفوروها هي وشويه تومه حمراء، حيدو لها الجلفه ديالها. تقريبا درت هنا جوج فصوص تاع الثوم، ماشي جوج فصوص تاع الثوم، جوج كركوبات تاع الثومه، حيت ليهم القشره ديالهم ودرتهم هكا. والشريحه تقريبا عندي شي نص كيلو ديال الشريحه، وكنتمنى انكم تجربوها. كنخلوها تفور مزيان مزيان، كنتمنى تجربوها والله البنات الا انا عطات معايا نتيجه، خصوصا اللي كيعاني من ضيق التنفس، صحاب الحساسيه. الشريحه راه مفيده لكم، ماشي واخا تعرفوا تشروها وتولوا هكا تاكلوها مع هكا في الوجبات ديالكم، بحال شي لوز ولا شي حاجه كتاكلوا فيها، يعني ضروري في هذا البرد هذا. هي فيها واحد المنفعه بزاف، دخلوا قلبوا عليها في جوجل وغتلقاو المنافع ديال الشريحه. وكذلك حتى الثومه راه شي حاجه زوينه، شي حاجه انتي بيوتيك. الثومه هي مزيانه داك الحمراء. كنتمنى تجربوها. كنخليها تفور مزيان مزيان، كنسد عليهم، كندير عليهم طبله فوق البرمه ولا شي ميكا ولا شي حاجه، المهم باش داك الصهد اللي كيطلع باش يرجع فيها، باش تعسل لينا ويتجانس داكشي مع بعضياتو. صافي خليتها حتى تعسلات مزيان مزيان، وغنشدها وغنخلطها مع زيت العود. كيفاش غندير لها مع زيت العود؟ غنطحنها، اكيد غنطحنها في المونينيكس او في الماكينه عاديه ديك الاخرى، غنطحنها وغادي نخلطها مع زيت العود وغنخليها شويه تبخ فوق العافيه. من بعد غنديرها في قريعه وغنسد عليها قريعه ديال الزاجه البنات باش تبقى محافظه عليها. وكتضربوا جوج عواشق في الصباح ولا جوج في هذا، ولا جوج. المهم قبل الماكله خاصكم تضربوا جوج عواشق منها، راه زوينه بزاف، انا بدا كتعجبني. واخا كاين اللي ما يعجبوش المذاق ديالها، مي انا عجبني. الاذواق والالوان لا تناقش. غير جربوها البنات ما غتندموش على الشوكي كتجي. والله العظيم بنيتي انا بدا حماق عليها. والله شافي الجميع يا ربي، راه زوينه هذه في هذا البرد هذا، سيرتو الناس اللي كتعاني من هاد ضيق التنفس هذا والنزلات والكحه ما كتبغيش تحيد. باقي مازال نشارك معكم واحد الوصفه اخرى ديال الكحه. الله يوفق الجميع. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك واشتركوا في القناه الا كنتم مازال جداد، والله يوفقكم يا ربي، والى اللقاء الى فيديو جديد.